الناس فاكرة إن الحكي للرغي والتسلية، بس حقيقة إن الحكي أقوى بكتير قوي من المنطقة الصغيرة اللي احنا حاطينها فيها دي. أقدر أقول لكم إن دلوقتي وأنا بكلمكم في حاجات اتغيرت جوه مخكم أسرع كتير من كوباية المية دي ما هتخش وترويكم في مخكم دلوقتي وانتوا بتسمعوني. شوية حاجات طلعت هعرفكم عليها النهاردة، لأن الحكي وببساطة جدا بيقدر في 3 ثواني يطلع هرمونات في مخك تخليك يا تبقى مشدود جدا، يا تبقى مرتاح جدا، يا تبقى حابب جدا، يا تبقى متعاطف جدا. تعالوا معايا هاخدكم في رحلة تعرفوا لما بتسمعوا حدوتة ايه اللي بيحصل في مخكم، وتعرفوا برضو ازاي تخلوا الحكي في ان تخلوا جمهوركم عايز يسمعكم، حابب يسمعكم، ومتأثر بيكم. بس في تحدي هقول لكم عليه في الاخر. علشان اخدكم في الرحله دي، بس عشان نفهم ده بيحصل ازاي، محتاجه اخدكم معايا الرحله لعالم بعيد، لمستشفى، بالتحديد العنايه المركزه. فيها اطفال تعبانين وبيتألموا، بس في وسط كل الزحمه دي في حاجه هونت عليك. فاكرين فيلم انسايد اوت؟ فاكرين قاعة التحكم او كنترول روم اللي كانت في مخ رايلي اللي كانت بتحكم في مشاعرها؟ ايه رأيكم بقى لو قلت لكم ان احنا عندنا حاجة شبهها بالظبط في مخنا، بس مش للمشاعر، للهرمونات؟ النهارده هكلمكم على اول واحد واهم واحد. بس خلوني احكي لكم حدوته الاول. في غرفه العنايه المركزه، الاي سي يو، في واحده من المستشفيات، كان في اطفال موجودين متألمين وتعبانين، وفي وسط بروده غرفه الاي سي يو، صوت نبضات القلب وصفاره الاجهزه اللي بتبقى حوالين المريض، كان في اطباء وممرضين قاعدين جنب اطفال ماسكين ايديهم وبيحكوا لهم حواديت. الغريب بقى إن العلماء دول اكتشفوا إن الحواديت اللي يسمعها الأطفال غيرت في مؤشراتهم الحيوية وقللت نسبة الألم. طب ده حصل إزاي ده؟ هنا بقى بيلعب معانا دور أول هرمون عندنا، هرمون الدوبامين. الدوبامين بيساعد على التركيز، بيخلينا منتبهين. وعلشان الأطفال دول يفرزوا أول هرمون الدوبامين، كانت الممرضات بتحتاج تستخدم معاهم certain تكنيك. يعني بدل ما تقول لهم كان يا مكان كان في سنجاب عايش بره، كانوا بيستخدموا حاجة اسمها curiosity gap، إن هم يفتحوا مجال للفضول عند الأطفال. فبدل ما يقولوا لهم كان يا مكان كان في سنجاب بره عايش في الشجرة، كان بيقولوا لهم شايفين السنجاب اللي بره ده؟ انتوا عارفين السنجاب ده النهارده الصبح لقى مفتاح لباب سحري؟ ساعتها الدوبامين بيطلع في المخ، ويبتدي الطفل يبقى عنده انتباه عشان عايز يعرف ايه الباب السحري ابو مفتاح سحري اللي لقاه السنجاب اللي بره ده. وده اول هرمون بيطلع في مخ الطفل اللي كان في الاي سي يو، بيطلع في مخنا لما يبقى في حاجه بتشدنا، بنبقى عايزين نعرف تفاصيلها ايه، هو ايه اللي بيحصل في القصه، اللي هي الاطفال بيبقوا عايزين يعرفوا ها ها ها، وبعدين بيحصل كده. وعلى فكرة التكنيك ده بيستخدموه كتير من مخرجين السينما والمؤلفين، في ان هم يعملوا كليف هانجر اللي بيقف عندها المسلسل، واللي بيخلينا نبقى عايزين نعرف هو ايه اللي هيحصل بعد كده. وعشان كده كتير منا بيبنج ان هو يتفرج على مسلسل ورا بعضه، عشان مش قادر يستنى يعرف ايه اللي حصل بعد كده. فالخلاصة الدوبامين بيلعب دور في انه يخلي المستمع او الجمهور، او في حالة القصة بتاعتنا الاطفال، منتبهين ومركزين ان هم يسمعوا الحدوتة ويعرفوا تفاصيلها. فاكرين شخصية سادنس في فيلم انسايد اوت؟ عارفين ليه سادنس هي اللي حلت المشكلة في الآخر وخلت رايلي رجعت لأهلها؟ لأن إحساس الحزن والشعور بالضعف هم دول اللي بيساعدوا إنه يطلعوا هرمون الأكسيتوسين، هرمون الثقة والتعاطف في مخنا، الهرمون التاني في مجموعة الهرمونات اللي بتطلع في مخنا لما بنسمع الحواديت. رجوعا لقصة الأطفال اللي في الاي سي يو اللي في المستشفى، الأطفال دول في الأغلب حاسين بخوف وبعزلة، هم محتاجين لتواصل، وأسهل حاجة تعمل التواصل ده هو هرمون الإكسيتوسين، هرمون التعاطف والروابط. فلما الممرضة تحكي له عن سنجاب البطل اللي كان خايف، كان واقف رجليه بتترعش، سنانه بتخبط في بعض من كتر الخوف والرعب، ساعتها الطفل هيحس بالرابط ما بينه وما بين البطل ده، هيحس ان هو شبهه، ده البطل بيحس زي ما انا بحس. اول ما الطفل بيسمع لحظة الضعف دي، بيفرز هرمون الأكسيتوسين في دماغه، وبيحس بالتعاطف والأمباثي، وبيحس بالشبه بينه وبين البطل. وهو ده التواصل والتعاطف اللي بيخلقوا الهرمون ده في دماغ الطفل، وده اللي عمل الأثر في حالة الألم وكمان
بيولوجيا في جسمه. يعني من الآخر محدش فينا بيرتبط بالبطل قوي اللي ما فيش حد بيهزمه، اللي ما عندوش نقطة ضعف. احنا بنرتبط بالناس اللي شبهنا، اللي بيمروا بضعف شبه ضعفنا، اللي بيمروا بحاجات شبه اللي احنا بنمر بيها. هم دول الأبطال الحقيقيين للقصص والحواديت. القاعدة الذهبية بتقول إن القصة بتاعتنا لازم تقلق وتوجع علشان تخلي جمهورنا منتبه. من غير الهرمون ده محدش هيبقى عايز يسمع قصتك. الهرمون ده هرمون الكورتيزول. أنا عارفة إن سمعته مش كويسة قوي الكورتيزول ده، بس والله ليه فوائد. تعالوا نتكلم عليها. القصة اللي ما فيهاش قلق وما فيهاش وجع وما فيهاش حاجة بتحصل تشد انتباهنا هتبقى قصة مملة ومحدش بيبقى عايز يسمعها. القصص علشان تبقى قصص بتحتاج مشكلة، بتحتاج صراع، بتحتاج حاجة تشد انتباهنا وتخلينا نبقى قاعدين كده على أعصابنا عشان نبقى عايزين نعرف هو إيه اللي هيحصل بعد كده. وده بالظبط اللي بيعمله هرمون الكورتيزول. لما بيطلع في مخنا بيخلينا قاعدين كده عايزين نعرف هو إيه اللي هيحصل. الحواديت الحقيقة بتعمل التركيبة دي بمنتهى الجمال والسلاسة، اللي هي بتخليك تطلع في دفعات كورتيزول خفيفة وتنزل بعد كده على إنها بتديك الحل على طول. فهي الفكرة إنه الكورتيزول ليه دور مهم بتلعبه في المخ. لما بنسمع حدوتة بتخلينا نبقى عايزين نعرف ايه اللي هيحصل. يعني لو رجعنا لقصة الأطفال اللي في الاي سي يو والحدوتة اللي بتحكيها الممرضات ليهم، فلو جينا قلنا لهم مثلا في القصة إنه السنجاب أول ما دخل الباب راح مقفول وراه ولقى نفسه محبوس جوه الأوضة مش عارف يخرج منها، ساعتها الهرمون هيطلع لأنه ايه ده؟ طب هيعمل ايه بعد كده؟ لكن الحقيقة لو القصة ما فيهاش الستراجل ده أو ما فيهاش المشكلة دي، الأطفال مش هيبقوا عايزين يسمعوها. عادي، سنجاب طلع فوق شجرة لعب ونزل وروح، ايه يعني الموضوع؟ تبقى قصة مملة جدا. يعني من الآخر لو القصة ما فيهاش صراع أو مشكلة أو هرمون الكورتيزول ما طلعش في المخ، محدش هيبقى عايز يسمع الحدوتة دي، لأنه ببساطة مفيش حاجة بتحصل. المخ بيكسل جدا إنه يركز لو مفيش حاجة مهمة قوي وملفتة تحصل عشان يسمعها ويركز فيها. عارفين التنهيدة دي اللي بتطلع بعد ما بنخلص مشكلة، بنخلص تاسك ممل أو في حاجة كانت موترانا وراحت؟ تنهيدة الارتياح دي مش مجرد مشاعر، دي مكافأة مخكم لما بيطلع هرمون الاندورفين. يعني ما ينفعش نسيب الأطفال اللي في الاي سي يو متوترين وقلقانين وهرمون الكورتيزول مرتفع. لازم ننزل الكورتيزول ونطلع هرمون جديد، الهرمون الرابع الاندورفين. الاندورفين الهرمون اللي بيجي مع السعادة، مع الفرحة، مع الارتياح، مع الاها مومنت اللي بتحصل لنا. الهرمون اللي بيجي لما بتبتدي المشكلة اللي بتظهر تتحل. يعني مثلا في حكاية السنجاب، لو بعد ما الباب اتقفل فجأة لف ودور لقى الأرنب صاحبه جاي يوريله الطريق جوه الشجرة السحرية، هنا بيحصل التنهيدة اللي قلت لكم عليها. المخ هنا بيفرز الهرمون ده علشان لحظة الارتياح، عشان نطمن، عشان يروح القلق اللي بيطلع من الكورتيزول. فاللحظة اللي بيضحك فيها الطفل أو بيستريح أو بيبقى مبسوط إنه المشكلة اتحلت، بيظهر هرمون الاندروفين كأنه مكافأة كده من مخنا بعد لحظات التوتر والكورتيزول الشرير اللي طلع في دماغنا ده. فلو حد فينا بيعمل فيديوهات تعليمية زي اللي أنا بعملها دي أو بيعرف جمهوره على حاجة بيعملها، مهم برضو إن احنا نبقى عارفين إمتى الهرمون ده بيطلع وإمتى الأها مومنت أو الفكرة العبقرية اللي هديها للجمهور اللي يطلع منها بإحساس الارتياح أو الانبساط أو السعادة بيعملها الهرمون بتاعنا الاندورفين، صديقنا الرابع في مجموعة الهرمونات اللي بتطلع في المخ واحنا بنسمع الحواديت. عارفين ليه الأطفال اللي في الاي سي يو ارتبطوا بالحواديت أكتر حاجة؟ وليه أكتر حاجة هي أثرت فيهم وأثرت على جسمهم وعلى مراكز الألم اللي اسمهم؟ لأنه إحنا لما بنحكي حواديت احنا مش بس بنقول كان في بطل راح المكان الفلاني وقابل الشخص الفلاني وطلع الجبل الفلاني ونزل من الجبل الفلاني، لا، احنا بنخش في عالم حسي كبير جدا. لما بحكي عن السنجاب اللي فرو ناعم جدا جدا منقط نقط معينة بألوان معينة،
ونشتغل على الإحساس الحسي اللمسي والنظر. لما بنقول شمينا ريحة الورود في كل مكان، لما بنقول سمعنا صوت الأمواج من بعيد، فاحنا بنشتغل على الحالة الحسية اللي بتخلقها الحدوتة. بمعنى ان احنا لما بنسمع حدوتة او لما الطفل بيسمع حدوتة، هو مش بس بيسمع حدوتة، هو بيخش عالم الحدوتة. فلما اقول له الدنيا حر، جسمه بيحس بالحر. ليه احنا لما بنتفرج على الافلام مثلا، لما بيبقى البطل بيعمل ريسنج، بيبقى احنا جسمنا بيتفاعل كأنه فعلا احنا في الريسنج، احنا في المسابقة، لان احنا بنعيش الحالة الحسية اللي في القصة دي. وده اللي حصل مع الأطفال بالظبط في الاي سي يو. هم دخلوا عالم الحكاية، حسوا بكل تفاصيل الحكاية، بالصوت، بالنظر، بالسمع، بالشم، بكل حواسهم. وهو ده سر الحكي، هو ده اللي بيخلي الحكي مميز عن أي حاجة تانية في الوجود. فاكرين التركه اللي قلت لكم عليها اول فيديو؟ عايزه اقول لكم ان العلم اللي بقول لكم عليه ده وكل الحاجات الحلوه اللي بتحصل مع الحواديت دي ليها جانب مظلم للاسف. الناس في هوليوود وفي الدعايه والاعلان للاسف فهموا الموضوع ده وابتدوا يستخدموه ضدنا. يعني الحاله الحلوه اللي بتعملها هرمونات في المخ لما بنسمع حواديت، واللي ساعدت كتير من الاطفال في الاي سي يو في القصه بتاعتنا او في البحث اللي بقول لكم عليه ده، واللي خلت حالتهم الصحيه احسن، واللي خلت مستويات الالم اقل، في نفس الوقت خلت الناس اللي في مناصب ليها علاقه بالبيع والدعايه والاعلان والتاثير في الافلام والمسلسلات تستخدم ده علشان تاثر وتغير وساعات تتحكم فينا بدون ارادتنا. ده الجانب المظلم من القصه، وعلشان كده الموضوع ده سلاح ذو حدين. يعني الناس دلوقتي في هوليوود وفي الدعايه والاعلان بقوا بيحاولوا يعملوا زي سيرفيلنس كده او مراقبه على الجمهور عشان يعرفوا امتى الكورتيزول بيطلع، امتى الدوبامين بيطلع، امتى الاكسيتوسين بيطلع، ويبتدوا يحركوا ده ويغيروه علشان يعملوا اعلانات او دعايه او ياثروا بشكل ممنهج علينا وعلى الجمهور بشكل عام. وهنا بقى الخطورة، وعلشان كده أنا صممت أحط الجزء ده في الفيديو بتاعي، لأنه على قد ما ده الكلام ده مفيد، على قد ما حلو جدا إن احنا نعرف نستخدمه، بس برضو هو ليه أخطار. لو ما استخدمناهوش بنزاهة وبصدق الموضوع هيتقلب. إنه دلوقتي في أبحاث بتتعمل على إن في حاجة اسمها the rotten brain، او يعني عفن في الدماغ بيحصل. انا اسفه على الكلمه بس دي الكلمه العلميه المستخدمه. الروتن برين ده بيحصل من كتر الدوبامين هيت اللي بنتعرض لها طول النهار. فطول ما احنا بنعمل سكرولينج، طول ما احنا بنتفرج، طول ما احنا بنشوف افلام، بنشوف مسلسلات، بنشوف اعلانات، بنشوف دعايه، فالروتن برين بيحصل من كتر الهيتس اوف دوبامين 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 دوبامين. طول ما احنا الهرمون ده بيطلع على طول في دماغنا، فبيحصل حاله التعفن ده. فحبيت اشارك معاكم برضو الجانب المظلم ده علشان كل واحد فينا يستخدم هذه المعلومات بمسؤولية، ويبقى فاهم احنا نقدر نستخدم ده ازاي وليه. شفتوا بقى انه ازاي الحكي والحواديت مش للتسلية ومجرد رغي وخلاص، وان ازاي ان في كيمياء وهندسة بحالها في المخ بتحصل واحنا بنسمع الحواديت. النهاردة احنا اتعرفنا على الدوبامين، كورتيزول، الاكسيتوسين، الاندورفين، كمان الحالة الحسية اللي بتعملها الحواديت. انتوا النهاردة اتسلحتوا بسلاح كبير جدا يخليكوا تأثروا، تخليكوا تتواصلوا وتعرفوا جمهوركم كويس، تخدموه بمسؤولية. وبتمنى لكم كل التوفيق. اشوفكم المرة الجاية. سلام.